أول مناسك الحج هو الإحرام. يعرف الإحرام بأنه نية الدخول في نسك الحج أو العمرة. على الحاج إذا نوى الإحرام أن يدخل في النسك قبل مجاوزة مواقيت الإحرام المعروفة والمحددة أماكنها شرعا. وأما من كان متمتعا بالحج أي أنه سبق له أداء العمرة ثم تحلل فهو يحرم للحج من حيث هو. في اليوم الثامن من ذي الحجة أو ما يسمى يوم التروية يتوجه الحجيج إلى منى، يمضون يومهم ويصلون الصلوات الخمس جمعا دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات فجر اليوم التالي. اليوم التالي هو يوم عرفة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. يقف حجاج بيت الله الحرام في صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، فالحج عرفة كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يصلي الحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا ويمضون يومهم في الذكر والدعاء، وبعد مغيب الشمس يفيضون إلى مزدلفة.